السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم إبراهيم العزب. النهاردة إن شاء الله أجيب لكم عملة ال50 قرش، وإن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم النهاردة. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول واحدة اللي هي ال50 قرش اللي هي 1963. تعتبر عادية، مش مكتوب سند. دي أيام الثورة يا جماعة. دي 50% أو 60%، برضه تعتبر ورقة كويسة جدا. طبعا برضه الطلب بتاعها لسه عليه. دي تبدأ من 500 جنيه، عشان دي يعتبر خامة الورقة وحالتها ممتازة جدا. تمام. هنيجي في ال50 قرش الحمراء. تمام. دي يعتبر نهاية السندات، نهاية السند 1955. 1955 هنا أتعهد بدفع عند الطلب. تمام. ده يعتبر سند، بس ده يعتبر آخر سند، لأن نزل ورا منه الأولانية التانية دي. تمام. دي 50% تبدأ ب1000 جنيه. دي تبدأ ب1000 جنيه القيمة بتاعتها. هنيجي للتانية دي. دي تعتبر بقى ايه؟ سند قديمة 1951. تعهد بأن أدفع عند طلب حامل هذا السند 50 قرشا صاغا. تمام يا جماعة. دي تعتبر سند وممتازة جدا. الحالة بتاعتها 40 أو 30% برضو. حاجة فخمة جدا، ورقة قيمة. على حالتها كده تبدأ ب1000 جنيه. على حالتها دي تبدأ ب1000 جنيه. كل ما يكون حالتها أعلى يعني أنضف، حالتها أنصر بحالة البنك، تتعدى ال5000 6 آلاف جنيه. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وإن شاء الله الفيديو القادم يكون معانا المزيد والجديد. وأتمنى من حضراتكم الدعم بالقناة والاشتراك بالقناة واللايك يا جماعة، اللايك عشان القناة تكبر لينا وليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.